الله الرحمن الرحيم. الشيخ فيصل جمعة أحمد، أحد وجهاء عشيرة قبيلة الولدة من عشيرة البومسرة. بالبداية التحية لأرواح شهدائنا الأبرار الذي قدموا القلب والنفيس تحيا هذه المنطقة وأبناء هذه المنطقة. الأغلبية من قوات سوريا الديمقراطية هم من أبناء العشائر، ونحن خلف قيادة قوات سوريا الديمقراطية. العدوان القاشم التركي الذي قامت به تركيا على مناطق سورية ما هو إلا لخلق الفتنة والبلبلة نتيجة الفشل الذريع الذي كانت تدعم به داعش في بداية العدوان على مناطقنا، وفشلت بالنسبة لموضوع داعش. فنحن رسالتنا لأبناء العشائر الموجودين الشبان أن ينضموا إلى قوات سوريا الديمقراطية للدفاع عن أرضهم وعرضهم، ولردع القوات التركية القازية المحتلة لمناطق الشمال السوري. ونحن ندعم قوات سوريا الديمقراطية وخلف قيادة قوات سوريا الديمقراطية بأي اتخاذ قرار. بالتأكيد أي قرار تتخذ القيادة هو يصب للمنطقة ولأبناء هذه المنطقة. فنحن جميعا معنيين بالحماية والدفاع عن أرضنا وعن كرامتنا. فنحن نوجه رسالة لجميع المكونات الموجودة من جميع الطوائف أن تقف مع قوات سوريا الديمقراطية لصد هذا العدوان القاشم الهمجي التركي على أراضينا.